البطيشه راه غاليه ماشي رخيصه، البطيشه غاليه، راه البطيشه ديال 3000 ريال تباعت برا، 3000 ريال 2800 برا عند الفلاح، هنا 3200 3000 هنا ما موجوداش. كون موجوده ما غاديش تكون 3000 ريال. الله حسب لامبالاج، كاين واحد الشيء ديال لامبالاج داكشي باش غاليه، كاين واحد الشيء ديال لامبالاج، واحد الشيء ديال لامبالاج هو اللي كاين، مرة غتكون غاليه، واحد الشويه ديال لامبالاج اللي فيها التصدير كاين ولكن قليل. هلا قطات التصدير غتكون دايره 5000 6000 كما كانت في الاول، في ذيك البدايه ديالها كانت التصدير 100%، ياك فهمتي ياك سمعتي، كانت التصدير ديال 100%. دابا كاينه 25% في 300، داكشي دايره 3000 3200. والبيع ديال الطماطم ماشي واحد، داكشي على حسب الجوده. دابا الجوده اليوم راه انباعت ب 3400 3600 ولتحت. التصدير كنصدر وانا مغلي، التصدير راه نباع ب 4400 اليوم. التصدير كاين لا ما كاين، ما هو قليل على قطات. دابا الروسيه اللي ما شارياش، اما دابا السلعه كتمشي لفرنسا كتمشي. لا كاينه الجوده راه كاينه في اكادير الجوده. الجوده كاينه ماشي ما كاينه. باش ما بغيتي تشري قلت لك، باش ما بغيتي تشري ب 3 دراهم، تشري ب 4 دراهم، تشري ب 5 دراهم، تشري ب 6 دراهم. دابا المليح اليوم صبحتي 7 دراهم، المليح كان ب 4 دراهم 4 دراهم وشويه، صبح ب 7 دراهم. بحال والو تقدر ترخص، بحال والو سخن الحال ترخص. نهار قلنا ودي ما تصح ما الطقس، مع الطقس بارد راه ما تصح كطلع، مع الطقس سخون راه ما تصح ثاني كتكب. فهمتي كيفاش؟ دابا الطوناج كيكون في السخونيه، ودابا هاد البروده عاونتها. دابا رمضان دخل بارد، هي فاش خلى السوق طالع. ما حنا راه قلنا بسبب تكسيرها شي 2 دراهم ولا 30 في هاد رمضان، ولكن عاونها الطقس. النهار الاول في رمضان صبحات كثيره، النهار الثاني رمضان ما صبرناها، يا مش اليوم راه ما كايناش. العام هذا العام مناسبه الحمد لله، ودابا الحمد لله في الاول ديال رمضان كان الثمن مناسب، واحد شويه داز واحد 3 ايام ولا 4 ايام ويزاد السوق طلع. السبب كيرجع التصدير الحمد لله. دابا المطيشه ولا تضربها السوق الاوروبيه وكتخرج برا الحمد لله، ما كيعطيش السوق الداخلي. راه دابا حتى بالنسبه للاثمنه راه مناسبه للشعب ومناسبه حتى للفلاح. دابا حتى الفلاح حتى هو راه كيخسر فلوس في المطيشه. بالنسبه للتصدير هذا العام راه كان وقف. دابا في هاد اليومين في رمضان هذا تحرك التصدير، وملي تحرك التصدير طلع شويه الثمن، والثمن الحمد لله راه باقي مناسب بالنسبه للشعب، راه باقي مناسب، ما كاينش داك الغلا اللي هو خايب، والسلام غلا متوسط. كاينه من 2600 2800 حاجه مليحه. السوق التقسيط كتوصل بديك 3 دراهم ونص 4 دراهم. الثمنه ديال البصله اخويا كل سلعه على وجهها. كاينه سلعه ديال تارودان، هذيك ديال تارودان كيبيعوها من 26 ريال حتى ل 30 ريال الجمله، وكاينه هذه السلعه ديال الشتوكه كاينه من 30 حتى ل 60 ريال، وكاينه هذيك ديال الكركوبه من 90 حتى ل 120. كاين شويه ديال الاقبال ما بيعش، السلعه كتهز السلعه كتباع. الكركوبه كاينه 140 150. الكركوبه ما كاين تصدر، الكركوبه دروك راه خسرات. هاد الوقيته راه ما كتكونش الكركوبه مزيان، كيكون فيها الضيوع بزاف، داكشي علاش كتكون غاليه. اشكون دروك موالين الكرير دروك داكشي اللي كيدخلوا ما كيخرجوه بزاف. الا دخل دروك الراجل 100 طن راه بيهز فيها 60 طن، شو كتنبت بزاف. هذا الشيء هو بحال على حسب كل جهه اش كتاكل. بحال هاد الزو ديال الصحراء دروك ما يديو هاد الحريف، كيديو بزاف في الكركوبه. الأثمنة ديال البصلة بالنسبة للحريف كاينة من درهم حتى ل 3 دراهم، وبالنسبة للكركوبة دايرة 90 80 حتى ل 6 دراهم في المليل. بالنسبة للأثمنة بالعكس، يلاه قول غير بعض الحوايج في السلعة اللي كتزاد شوية بحال الكورجيت بحال فهمتي، هادشي اللي عطا الله. اما بالنسبة للبصلة راه باقا شادة في الأثمنة ديالها. إقبال الناس اش غادي نقول لك اخويا، الإقبال المهم بالنسبه للبصله وكذا راه كتدخل السلعه، ولكن على برا اللي ما كيكونش الخروج، هذا هو ما كان ياك فهمت. الكركوبه هنايا كتباع في المواطن 6 دراهم 7 دراهم على حساب كاليتي ديال المليح حتى 8 دراهم.